إذن الإخوان، كما كان متوقع، إقالة باتريس كارتيرون مدرب فريق الوداد الرياضي، وهادشي كنا توقعناه. السيد يلاه جا 40 يوم تقريبا باش جا الوداد، درب الوداد في 5 د المقابلات، 5 د المقابلات بدون انتصار، 3 د الهزائم وجوج تعادلات، سجل 2 د الأهداف واستقبل 5 د الأهداف. يعني الإخوان، من أصل 15 نقطة كيجيب 2 نقاط. وهذا هذا حنا كنهضروا على مدرب خبير، يعني ماشي مدرب مبتدئ، مدرب خبير وعنده خبرة في القارة الإفريقية. درب مازيمبي، درب الرجاء، ودرب الزمالك يعني السيد يعني عنده خبرة. ولكن جا لعندنا حنا ويتلفها ديال بصح. شتي يخليو الفرقة تلعب بلا مدرب وما ديرش هاد الشو هادي، ما ديرش هاد الفضيحة هادي. شي يكونوا يطلعوا نصير يدرب في هاد ال5 الماتشات، والله ما يدير هاد الشو هادي. جايبين واحد كيدير باغي يضرب بريكول ويزيد في حالاتو، ما مسواقش والو، ما مسواقش. دابا واحد اخوتي، دابا غا بالعقل، اقسم بالله الا غا بالعقل، المؤشرات باينه وواضحه. دابا قبل ما، هادشي اللي كنعرف في الكوره، قبل ما كتجيب شي مدرب كتسول عليه وكتبحث عليه وكتشوف النتائج الاخيره اللي دار، ما تشوفش داكشي القديم ديالو، حكا راه دا مع الزمالك ولا دا مع مازيمبي ولا دا مع هادي ولا دا مع الرجاء. وشوف ليا دابا النتائج ديالو شنو هي حاليا. اخر فرقه دربها هي صلال. شوف لي النتائج ديالو مع صلال. ما يمكنش تجيب لي انا فرقه، حتى ما يمكنش انا نجيب لي واحد يدرب الوداد وما ادراك ما الوداد. واحد خاسر 10 د الماتشات في الدوري القطري من اصل 13 مع صلال. ما يمكنش انا تجيبوا لي يدرب انا الوداد، فرقه بحجم الوداد. اذا هذا هو العبث في التسيير الخوت. هذا هما هادشي اللي كيتسمى العبث في التسيير. وهادشي كامل كيتحملوا الرئيس. اللعابه اللي مشاو واللعابه اللي فرط فيهم واللعابه اللي صيفطهم بريطي، ويجيب لنا الكرارس ويجيب لنا ديال الوداد رد دار العجازه. ودابا باش كملوا جملها بجيب لنا مدرب تا هو واقيلا ولا فيه الزهايمر، كبر وشرف ولا فيه الزهايمر تلفها بمره. وحنا دابا راه خوت راه ولينا كنضاربوا على المركز الرابع باش على الاقل نتاهلوا لكاس الكاف. شو دابا على فضيحه الاخوان. وهادشي اللي عطا الله الخوت، هادشي اللي عطا الله. نتمنىو تشاركوني الاراء ديالكم وتشاركوا معايا في القناه وتفاعلوا معايا خوتي، والله يعاونكم.